ما جاش بقى معايا التصوير الا كده اهوت، والكل كان مستني لان فعلا كانت ريحته قلب الدنيا. كان خطير يا بنات، خطير خطير خطير. اول ما خرج كده اهوت من الفرن على طول على الاكل على طول. طب استنوا اصور يا جماعه، يرضيكم يرضيكم ابدا مفيش، احنا مستنيينه وجعانين جدا جدا جدا. يلا بقى كده نشوف طريقته. اول حاجه نوت معايا 4 كوبايات من الرز المصري العادي بتاعنا خالص، مغسول ومتصفي وكويس جدا. نزلنا عليه بمعلقه كبيره من الملح، وهنبتدي ان احنا نقلبه كده كويس جدا مع بعضه. وبعد كده هنزل كده بقطعه من الزبده، يعني قطعه حلوه كده من الزبده. عندك سمنه بلدي يا سلام بتبقى خطيره، ولو عندك زبده بقري اللي هي الفلاحي بتبقى جميله جدا برضو. انا حطيت ميكس ما بين الزبده وحطيت سمنه بلدي، حته سمنه بلدي حلوه كده محترمه. بصي بتخلي الرز كده معاكي في حته تانية خالص. بعد كده هنقلبهم كده مع بعضيهم الميكس الحلو وهنزل هنا بقى ب6 كوبايات من اللبن. بصي يعني كيلو ونص كده من اللبن تنزلي بيهم كلهم على ال4 كوبايات. بس اللبن بتاعي لازم يكون مغلي، كل حاجة هنستعملها لازم تكون مغلية. هنا بقى هنبتدي ننزل كده بحوالي كوبايتين من الميه. اللبن الرز المعمر ما ينفعش بلبن بس احنا بنكتر فيه اللبن شويه عشان خاطر بيديكي دسامه كده وبيبقى خطير جدا. وهنا بقى كان عندي القشطه، انا مشتريه قشطه كده من بره من السوبر ماركت. بصوا على وش الرز كده برضه القشطه بتخليها في حته تانية خالص. كل طبعا احنا مشغلين الفرن. لو انت عندك قشطه وش اللبن هيبقى خطير، وهيطلع بقى معاكي بالظبط بعد ساعة الا ربع بالمنظر الخرافة اللي انتوا شايفينه اللي انتوا اول ما هتطلعوه من الفرن مش هيستنوا اصلا ان انت تصوري ولا اي حاجة خالص. اول ما هيطلع كده من الفرن هياكلوه على طول. واللي وصل بقى معايا لغاية هنا ما ينساش كده يعمل لي لايك ويعمل لي متابعة عشان يوصل مني كل جديد. ومن الفيديو ده للفيديو جاي هسيبكم في رعاية الله.